افضل مرطب استخدمته من الفئة الاقتصادية وجاب معايا نتائج جميلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل جميلة دلوقتي بتشوف الفيديوهات بتاعتي. بستكمل معاكم سلسلة افضل منتجات اثرت على حياتي بالايجاب، وكان من ضمنهم المرطب ده. المرطب ده اسمه بوكيتو فيه منه نوعين. طبعا بوكيتو مرطب ووايتنج كريم في نفس الوقت، يعني بيبيض وكمان بيرطب في نفس الوقت. نخلي بالنا ان بوكيتو في منه نوعين، في فور اول سكين تايبس وفي واحد للبشره الحساسه، ولكن عشان تمسكي العصايه من النص استخدمي اللي هو ده لان هو متعدد الاستخدام. بوكيتو جميل جدا وبيحتوي على مكونات جميله جدا فيها نفس او في نفس المكونات اللي كانت في الغسول، غسول الفين اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو يا ريت يروح يشوفه. علشان المكونات زي ما انتم شايفين اهو، ميه طبعا، جرين تي اكستراكت، مستخرج شجره الشاي، في طبعا الالوفيرا اكستراكت، في فيتامين سي طبعا، في الهيلورونيك اسيد. وعايزه انوه ان لازم المرطب بتاعك يكون فيه هيلورونيك اسيد، عشان الهيلورونيك اسيد مهم جدا ان هو يرطب البشره. دول كمان دلوقتي دخلوه في منتجات الشعر علشان يرطب الشعر ويقلل الهيشان بتاعه. هو كمان كريم تفتيح بالاضافه لان هو كريم مرطب. عايزه انوه برضو ان في نوع منه احمر، يعني بتكون دي حمراء وبيكون للبشره الحساسه. ده فول اور سكين تايب، يعني هو لكل انواع البشره. فعلشان تمسكي العصايه من النص استخدمي ده افضل. لو نشوف او نستعرضه مع بعض كده هنلاقي ان ملمسه خفيف جدا، يعني زي ما انتم شايفين. بصوا خفيف ازاي، يعني ودي من المميزات اللي انا بحبها في اي مرطب، يكون ملمسه خفيف على البشرة والبشرة بتمتص. فانت لو استخدمتي مرطب القوام بتاعه خفيف بالمنظر ده وجيتي ترطبي بيه بشرتك هتلاقيه بيمتص معاكي، ما انتش محتاجه انك تدعكي وشك كتير علشان المرطب يمتص. انا حطيت منه كميه كبيره. انصحك انك لما تحط على وشك تكون كميه بسيطه جدا، يعني تكون يعني زي النقطه اللي انا حطاها دي، علشان هو ما شاء الله عليه يعني بيغطي البشره وبيعمل لها كفرنج بطريقه مثاليه جدا. ما تكتريش مرطب على بشرتك، خلي الطبقة تكون رقيقة. ونصيحتي ليكي تحطيه مباشرة بعد الغسول، علشان لازم بشرتنا تكون مترطبة شوية لما نحط المرطب، علشان لو بشرتنا جافة خالص هياخد كمية مرطب كبيرة، لكن لو في مية او وشنا مندي كده مش هياخد مرطب كتير، وانت كده هتقتصدي في العبوة صغيرة ولكن صدقوني الكمية الصغيرة منها زي النقطة دي بتكفي وزيادة كمان. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. حابة بس في نهاية الفيديو ان انا انصحكم انكم بجد تستخدموه، لانه والله عن تجربة استخدموه بقولولي الريفيوهات بتاعتكم عليه. بالنسبة بقى لسعره، سعره كان في حدود 150 جنيه، وده سعر اقتصادي جدا بالنسبة للمرطب فيه كل المكونات دي وجميل بالمنظر ده. ما محدش كتير قوي يعرفه، ولكن انا اول ما استخدمته قلت ان انا لازم اقول لكم عليه. رطبوا وشكم كويس، ما تهملوش في ترطيبها علشان ما تجفش منكم، علشان ما يبانش فيها خطوط تعبيريه، لان دلوقتي الخطوط التعبيريه بقت بتبان في بشرات البشره بتاعت بنات كتير جدا على الرغم ان هم صغيرين في السن. حابه برضو اقول لكم ان الفيديو الجاي باذن الله هيكون عن ايه الروتين اللي انا بستخدمه لبشرتي، ازاي بقشرها، ازاي بغسلها، ازاي برطبها، وحاجات من هذا القبيل يعني. وحاجات مش عايزاكم تقعوا فيها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.